لو عندِك مشكلة إن أنتِ الclients بتوعِك بيقعدوا يتخانقوا معاكِ على طول في مشاكل، مرتجعات كتيرة، الناس مش بتلتزم بمواعيدها، يبقى أنتِ عندِك مشكلة في الterms and conditions بتاعة الbusiness بتاعتِك. أي business المفروض لمّا تيجي تشتغلي مع أي عميل تبقي أنتِ حاطة قوانين محددة fair ليكِ وللعميل بتاعِك، بحيث إن هو لمّا ييجي يشتغل معاكِ يبقى عارف إيه هو اللي متوقع من ناحيتِك ومن ناحيته كمان. لو أنتِ مش منظمة الterms and conditions بتاعتِك هتلاقي إن دوّة بيأثّر بشكل سلبي جدًا على المبيعات بتاعتِك، وهنا معناه إن أنتِ محتاجة إن أنتِ الطريقة اللي بتوصّلي بيها المعلومات للعميل بتاعِك وبتقولي لهم إن أنتِ عندِك مشكلة في الterms and conditions، إيه هي القوانين اللي أنتِ بتمشي بيها وإيه هي الpolicies اللي الشركة بتاعتِك والbusiness بتاعِك ماشي عليها، لازم تكون communicated بشكل أفضل من كده. وهنا بالضبط هييجي دور الterms and conditions sheet. دي بيكون sheet بتقول لِك فيها إزاي تتكلمي مع العميل، إيه الterms and conditions اللي بتحطيها، فتلاقيني أنا حاطة لِك كل الterms and conditions اللي المفروض تكون موجودة، أنتِ يا دوبك بتعملي لها copy and paste وبتحطي اسم الbusiness بتاعِك. مدياكِ كمان 2 canva designs، واحد يتبعت مع أي order، وكمان واحد يكون محطوط عندِك على الصفحة بتاعتِك، بحيث إن أي عميل ييجي يشتري منِّك يكون تتبعت له على طول، بحيث إن كل الcommunication تكون محددة وثابتة على طول. اكتبي في الcomments terms and conditions وهابعت لِك الsheet ديّة.